هاي ليتس جو. اليوم الثاني من أذربيجان، لسه صاحي دلوقتي. هبدأ أتحرك ونطلع لمدينة جديدة. الصوت شوية في مشكلة فسامحونا بقى لأن الواحد تقريبا أخد زي دور برد. يلا توكلنا على الله، أشوفكوا بقى إيه في الطريق. خدنا تاكسي هنا بقى وطالعين ان احنا نوصل للمترو ستيشن عشان نركب الباص هيوصلنا للجبلة. طيب ادينا وصلت هنا على محطة الباصات اللي هتاخدنا على جبلة بعد معاناة كتيرة. تاكسي هنا بيعذبوك على ما توصل لانهم بيضطروا يستغلوك، فانتوا برضو تخلوا بالكم من حاجة زي دي. برضو هنا اللغة صعبة شوية لأنهم مش بيفهموك كتير، لأن مفيش حد فيهم بيعرف يتكلم إنجليزي. مش عارف دي الباصات اللي هتاخدنا من هنا، بس هتفضل بقى لمدة 3-4 ساعات في الطريق على ما نوصل. طب ودلوقتي أنا أجرب الأكل الشعبي بتاعهم بعد معاناة. خلينا نشوف هي هتبقى عاملة إزاي. جربت حاجة كده أكلتها هنا، مش عارف هي طعمها حلو قوي بصراحة، عبارة عن جبنة. وبرضو في مشكلة ان هم اصلا بيمنعوا التصوير لان في مشاكل دلوقتي عندهم سياسيا وكده، فممنوع التصوير، فالواحد بيضطر ان هو يبص حواليه كتير قبل ما يصور. بس خلينا نشوف. هو دلوقتي احنا يعتبر خلاص هنتحرك من محطة الباص مع الباص ده اللي هو يعني مش عارف عمره كام سنة لحد دلوقتي. ربنا يستر ونوصلنا لأن الرحلة طويلة، فالباص قديم شوية الموضوع مخوف. يلا بينا نتحرك من هنا ونوصل للمكان اسمه جبل، هو بيعتبر هو مكان الريف وكده، فخلينا نشوف. A new place, a new home for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. طيب احنا وصلنا هنا في مكان استراحة في مدينة أو قرية. طيب وهنا بقى لما بتيجي في الريف بتلاقيهم هم هنا بيبيعوا المحصول بتاعهم على الطريق وكده، برضو تيجي تشتري من هنا اللي انت عاوزه في كل حاجة هنا. في عندك هنا خضار وعنب كل شيء. I feel so alive as I reach out to the sky. بعد معاناة، بعد ما وصلنا هنا المكان ده تحفة، يستاهل ان احنا قطعنا طريق طويل 3 ساعات بالباص، بعدين اخدنا تاكسي وجينا هنا في جبلة في وسط الجبال فعلا اللي هي في اسمها المسمى جبلة. Cause I found my way. Cause I found my way. طيب وهنا انا وصلت للمحطة التانية تلفريك عشان نطلع للأعلى. هاي ليتس جو. طيب وصلت هنا فوق على التوب اوف ذا ماونتن. ورانا هنا بقى انت في اعلى قمة خالص بالتلفريك اللي جابنا هنا فوق زي ما احنا طلعنا.
المكان ده بتقعد تاكل فيه. الميزه بقى ان هو بيديلك جو اللي هو ايه، انت عايش في الفتره اللي هي خلاص انت قاعد وسط الغابه، ماونتنز، وفود. معانا الشباب هنا بياكلوا هناك، معنا الاكل بتاعنا هناكل طبعا. Let's eat. Hello, this is me, Wasik, Our friend. from Pakistan. We meet in the morning and we plan to do the trip together. استاذ محمود انتوا عارفينه من الفيديو اللي فات، اوريدي اتقابلنا وكملنا النهارده مع بعض. نقعد وناخد بريك دلوقتي في المكان الجامد ده. مكان لذيذ هنا بجد، ان انت قاعد في مكان بيديلك خبره كانك قاعد في مكان قديم، غابه، قاعد في عصر الفايكنج مثلا. اماكن طبيعيه مش مكلفه عليهم، فعشان كده عملوها للناس اللي بيجوا يطلعوا فوق على الماونتن يقعدوا فيها وياكلوا كده، وفي نفس الوقت هي فور فري. خلينا برضو ايه ناخد ونستكشف اماكن تانية كده حوالينا. هو دلوقتي المشكله دلوقتي معانا ان احنا نزلنا تحت، بس سواقين التكاسي بيستغلونا فلدرجه ان هم بيتخانقوا على مين اللي يوصلك، والتاني كل واحد بيدفع كتير. فما انصحش اي حد بيتعامل مع سواقين التكاسي بصراحه، عشان صعبين، انت مش هتتفاهم معاهم. وتاني حاجه موضوع ان هم بيستغلوك بطريقه فظيعه جدا يعني، فاهم بالذات. فما انصحش يعني انك تيجي وتستخدم تاكسي خالص، اللي هو التكاسي الغير رسميه. بعد فترة كبيرة من الانتظار قعدنا نستنى سواقين تاكسي، كل واحد يجي يتخانق مع التاني، شجار مع بتوع سواقين التكاسي. جبنا الحاج هيوصلنا. هنرجع دلوقتي على باكو ونبدأ نظبط بقى. اليوم كان طويل، كان متعب. أخيرا وصلت بيت أخيرا للهوستل. الصوت راح، كنا تعبنا لما وصلنا. المشوار كان بعيد أوي، 4 ساعات على ما وصلنا للمكان. نسيت أوريكم المكان اللي أنا بنام فيه هنا. هنا بيكون فيه لندا بتطفيها وتحط حاجتك من فوق، كل حاجة. سرير دورين، برضه في سرير تانيين. مكان هوستل اللي أنت مش بتصرف كتير فيه، عشان في السفريات اللي زي دي بتحتاج توفر شوية، فأنت إيه أحسن خيار. وبعدين المكان اللي أنا فيه ده كويس جدا لحد دلوقتي، نظيف، الناس اللي فيه كويسين وكده. إذا حد حب يسأل أي سؤال عن البلد وعن الاستفسارات وكده، ممكن برضه تبقى تكتبوا لي في التعليقات، نقدر نظبطكم بأي معلومة احنا قدرنا ناخدها وكده. لحد دلوقتي ونبقى لسنا يوم كمان، بكرة نخطط لمكان جديد نروحه. سلام.